نهار اسود، الزمالك جاب التعادل يا جدعان، الزمالك جاب التعادل يا جدعان. عاوز اقول لك يا برنس ان الزمالك دلوقتي خسران 1-0. احنا دلوقتي كده بنلعب في الوقت الضايع بتاع الناس 3 دقايق كده ولا 4 دقايق، ولكن الزمالك يا شباب ما تفهمش، الداخليه عمل له حظر تجوال حوالين ال 18. الداخليه غفل الزمالك في بدايه الماتش وجاب الجون وناموا. رضا شحاته قال للفريق كله نام ورا، ولكن هنشوف الزمالك دلوقتي عمال يضغط في اخر دقايق في المباراه، والنادي الزمالك مش بيده حيله. عنده مهاجم واحد زي سامسون ده، انا اول مره اشوف سامسون كده يا جماعه. ايه المهاجم ده؟ ايه يا جماعه ده؟ انا نفسي اعرف الاهلي والزمالك بيجيبوا لعيبه افارقه عامله ليه كده؟ مش فاهم. ولكن دلوقتي في بيقول لك في ضربه جزاء ولا ايه، ولكن ما فيهاش حاجه. انا مش مصطفى شلبي بيقول لك جت في ايديه وناس تقول ضربه جزاء، ولكن ما فيهاش حاجه تدخل لاعب الداخليه مع امام عاشور دلوقتي. ولكن الزمالك دخل في المسلسل، الزمالك دخل في المسلسل الهزايم شكله. هنشوف الحكم رايح فين. البروف ماله هادي، البروف تحس كده هادي، ولكن ما فيهاش اي حاجه خالص. والزمالك يا شباب ناقص دقيقتين والماتش يخلص. الفرق هيبقى 6 بونت، الفرق هيبقى 6 بونت ما بين الاهلي وما بين الزمالك. ولكن انا مش عارف الاهلي بقى ماله، الاهلي مين؟ الاهلي عشان كسبان، ولكن الزمالك بقى ماله بقى. نفسي افهم الاهلي يا دي كنت اقول الاهلي برضه. نفسي افهم الزمالك ماله. ركز يا عم جيم، الزمالك ماله عشان انا بص فرحان، انا بص هو يعني اركن موضوع الاهلي والزمالك، لكن انا فرحان على الفريق انها كسبت والزمالك دلوقتي خسر، فده المنافس الاقرب ليا، فالفرق بقى 6 بونت دلوقتي، بقيت انا في الصداره. يا جماعه سامسون ده مش طبيعي، مش طبيعي يا جماعه، بيضيع جول غريبه وربنا. الواد سامسون ده جايبينه منين ده جمهور الزمالك من حقه ينزل من المدرجات يمسك الواد سامسون ده يكسر. يا جماعه ده جات له كور كتير، الواد سامسون ده جات له كور كتير يجيبها جوان، ما بيجيبش جوان خالص. الواد ما فيش كوره بالعرض. بص هوبا يا نهار اسود، الزمالك جاب التعادل يا جدعان، الزمالك جاب التعادل يا جدعان. خلاص يعني الزمالك جاب التعادل. ولكن برضه ده الزمالك مش حلو. مين اللي جاب الجون؟ تعالوا نشوف. عرضيه من زيزو. طب وانا يا جماعه الاخراج تعب امي، يعني هو بيعيد الجون مش عارفين مين اللي جاب الجون. يا جماعه الاخراج لغايه دلوقتي مش عارفين مين اللي جاب الجون. احنا شفنا سامسون ماسك الكوره، استنى هنشوف اهي بتتعاد عرضيه. هو عبد الغني يا جدعان جاب الجول لنادي الزمالك، يكون هدف التعادل للزمالك. كان الفرق يبقى 6 بونت، الفرق يبقى 4 بونت. ولكن فرقه الداخليه فرقه محترمه، فرقه الداخليه لعبت ماتش جامد مع نادي الزمالك، فرقه الداخليه قدرت تنافس نادي الزمالك، ولكن لعيبه نادي الزمالك ما تفهمش مالها. خلاص الماتش كده يا برنس خلص لنادي ما بين نادي الزمالك ونادي الداخليه، والتعادل ايجابي 1-1. ولكن نقف هنا بقى ونركز يا برنس، هو ايه اللي بيحصل في الزمالك؟ ايه اللي بيحصل في الزمالك؟ وايه اللي انا شايفه ده؟ فرقه الزمالك ما تفهمش، يعني في حاجه غلط في الفرقه، ما تفهمش ان الفرقه مثلا اللعيبه ما بتعرفش تبني الهجمه، تحس ان الفرقه كل واحد بيجري بالكره لوحده وزيزو، ما تفهمش. حاسس ان الزمالك دخل الدوامه. ولكن انا كان نفسي الفرق يبقى كام، يعني يبقى 6 بونت، ولكن الفرق يبقى 4 بونت. ولكن يا جماعه انا نفسي الاهلي والزمالك يبص شويه يا جدعان على اللعيبه المحترفه اللي احنا بنجيبه. حرام سامسون دوت اللي جاي نادي الزمالك، حرام الكورات اللي بيضيعها، حرام بجد، ضيع كور كتير. ما احنا برضه عندنا منهم، يعني احنا برضه عندنا نفس المحترفين. وبرضه الداخليه سجل الهدف الاول في بدايه الماتش كده، يعني في الدقيقه 26 سمير فكري سجل الهدف الاول، ولكن كان اوفسايد وكان في شك وليله ومزمبريطه، ولكن الهدف احتسب سليم جدا جدا، ما فيهوش اي تسلل يا برنس. ولكن الفرق ما بين الاهلي وما بين الزمالك دلوقتي بقى 6 بونت، والاهلي دلوقتي خلاص بقى متربع على عرش الصداره وراكب الطياره، وباذن الله الماتش الجاي امام المصري ماتش هيكون صعب جدا. والبروف ما تفهمش ماله،
البروف تحس داخل في شويه مشاكل، ولكن خلاص مبروك، يعني مبروك ايه، هارد لك لجمهور نادي الزمالك واخواتي برضو الزملكاويه على التعادل مع الداخليه. وماتش كان صعب جدا جدا امام الداخليه، والاهلي النهارده كسب انبي 2-0، والفرق ما بين الاهلي وما بين الزمالك دلوقتي بقى 4 بونت يا برنس، والاهلي بقى في صداره الدوري المصري، والزمالك بقى في المركز الثاني، والدوري ولع يا برنس زي ما انا بقول لك كده، الدوري ولع. سلام.